طب عندي سؤال مهم. قولي سؤال مهم. حضرتك وانت صغير زمان اوكي افتكر كده أوكي. طلع عندي السحابه كنت متخيل ايوه ايه السحابه؟ عايز اعرف السحابه. طب عايزه ايه وانا صغير؟ لانه أوكي. حياتي كان فيها حاجات كتير قوي. قولي ايه وانا خلينا ناخد حاجه نتكلم في كل حاجه. اوكي طيب كنت متخيل النجاح اللي وصلت له؟ لا بصي الحقيقه هقول لك، انا مش عايز بس يبقى الموضوع فيه يعني الناس تفهمه بطريقه غلط، فخليني اقول لك انا عندي قناعه ان انت لو تعبت هتنجح، او لو بذلت مجهود جامد قوي لازم تنجح. عارفه ده جالي منين؟ من جدتي الله يرحمها. الله يرحمها. هي كانت ست ذكيه قوي بس ما كانتش متعلمه. وهي عندها مثلا، هي ماتت وهي كبيره يعني مش عايز اقول السن يعني بس عدت 80 يعني. المهم وهي 60 سنه كده مش متعلمه. قررت انها انا يا رب هموت وما بعرفش اقرا قران وكده، بس بسمعه بس. فقررت انها تتعلمه وهي 60 سنه او يمكن عشان بس اقل سنه اكتر سنه في الحدود دي يعني. تتعلميه ازاي يعني؟ احكي لي كده اتعلمتي ازاي؟ بقت تشغل اذاعه القران الكريم وتمسك المصحف وتقعد تسمع وتبص على الحروف وتعلمت. والله بتقراه وبالتجويد احسن من اي حد متعلم. مع العلم ايه يعني لو جت تقرا حاجه تانية عاديه تلاقيها مش عارفه تقراها، بس بصي لدرجه ايه. فاللي يخلي تيتا الله يرحمها وهي كده تقدر تتعلم ده وتوصل لانها القران الكريم صعب جدا طبعا. جدا يعني جدا انك تقرا تجويده من غير اخطاء وايه. وبعد شويه بقى لو انت قريت تقول لك لا هنا غلط، انت بتقول كده الحاجات الاحكام التجويد والكلام ده كله. فكانت وصلت ليفل حلو جدا. فكان عندي قناعه ويقين من ساعتها انه لا انا هبذل مجهود هنجح. اللي خليها توصل لده لا انا هبذل مجهود هنجح. بس اللي ما تخيلتوش يعني اللي هو النجاح لانه ليفل هو ده اللي انا ما تخيلتوش. هو وده يمكن ده اللي توفيق ربنا. انت تعبت في ده بس توفيق ربنا خلاه لك في ليفل اعلى كتير من اللي انت كنت متخيله.